جراءة انت لو جيت دلوقتي ويقول لك خد الفجر واطلع على المنبر قول كلمتين وانت راجل فيلسوف ما تعرفش. لكن رب سبحانه وتعالى طالما حفظ كتاب ربنا سبحانه حفظ القرآن يديك قوة دفع وإيمان حاجة غريبة خالص. ده انت لما تطلع على المنبر وتتكلم تخلص لأنه واخد قوة من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. ماشي لو بقول لك انا تستعين بالله. انا بيجي شباب صغيرين خالص. ما دايما انا اقول ايه؟ لو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير. بقول لك على شيء احنا عندنا شباب لكن احنا بنقوم الصبح نقول ال 30% جت الحافز جه فتحي كتب لي ما كتبنيش. شوف لي العلاوه التشجيعيه كتبني فيها لا ما كتبنيش فيها. كلنا بشر. لكن انت بتقول لي العلماء بقوه ايمان. العلماء ورثة الانبياء. العلماء ورثة الانبياء. يا استاذ رضا بالنسبه لنا يعني هي هنا في شباب والله شباب متعدد عمره 25 سنه وايمان بيخطب طريقه حديثه مع اي انسان يمشي علينا تحس ان له قوه في الكلام وفي السنن يعني مش الفرق بين ايه ويحول لك في يطلع على المنبر زي عبد الكريم حافظ بعض القصص والروايات مش عقائدي ومش عباداتي. هو حافظ بعض الروايات قاريها زمان وبينشر فيها تاني في الروايه ويكمل لك يقول لك حصل غزوه كذا فلان طلع كذا والجبل وانتظر مش عارف مين بيروي راوي. انما انا عايز اقول حاجه اختلاف ما بين الخطيب والخطيبين. النهارده انت جواك عايز حاجه توصلها زي مره بقول يا جماعه حفظ القران على صعب للناس انك تحفظ القران صح بالنسبه لك انتم في الاعصاب الذاكره عندك ما عادش تحفظ. بس انا قلت لهم خليكم ملمين شويه بايه في حاجه معلش ما حاجه يا باشا ده يا جمال